هلو حبايب قلبكم يا رب فيديو جديد اصدقائي زي ما ضرب العنوان تسريبات جديده وشخصيه مثل قادمه ومليان تفاصيل. فقبل اي شيء تكلنا عليك مشترك على اللايك مش على اشتراك كمان اشتراك. نبدا اول شيء اصدقائي قبل اي حاجه مبروك اللي وصلهم الباتل باس واللي ما وصلوا اليومين هذول ان شاء الله حل مشكلتهم. وايضا اللي علقت لهم على الفيديوهات في تعليقات علقت لناس ردوا على تعليقات عشان انتم ربحتوا معنا في الباتل باسات. هيك احنا قاعدين بنوزع في ال 40,000 سي بي. تمام أصدقائي؟ أوكي نبلش تسريباتنا. أول شيء أصدقائي التسريبات أغلبها بتتمحور على المود الجديد وبعض السكنات وأيضا الشخصية الميثيك، فنبدأ فيها. خلاصة المود من تجربتي له أصدقائي إنه تلم لوت وتعمل خروج بالطيارة. إحنا مش لازم نقاتل الوحش، المود عبارة عن باتل رويال ومالتي بلاير في نفس الوقت، تمام؟ ولكن في أشياء كثيرة هنحكي فيهم وهيا بنا. أصدقائي اللوت شو هو عبارة عن ايش؟ اشياء عادية بتلمهم، تفتح خزانات شنط، مليان المود اشياء يعني، والماب كبيرة. تمام تلمهم وتعمل خروج بالطائرة، وبعدها اللي هو تبيعهم في البلاك ماركت حتى تشتري اسلحة وتطور فيهم الشخصية والتفاصيل هاي كلها يا صديقي العزيز. تمام. ولكن في اشياء كثيرة انتبهت لها جوا المود احكي لكم اياها الان. البوتات انواع واحجام ايضا، مش بس نوع واحد. اصدقائي في عندنا البوت العادي، في عندنا بوت مدرع، وفي بوت شايل درع، وفي بوت معاه مهارة النار. ففي اكثر من بوت داخل اللعبة، فبالتالي انت مش لازم تقاتل كل هاي البوتات بحيث انك تجمع لوت وتعمل خروج من الماب امن وترجع نفس الشيء تبيعهم في البلاك ماركت وهكذا تستمر معك التفاصيل يا صديقي. فبالتالي المود صراحة تعتبر فيها انك تسرق مودات وبترجع، تسرق مودات وبترجع، اللي هو اسف موارد وترجع، بحيث انك تطور من نفسك لحد تقدر تقاتل الوحوش الموجوده جوا الماب. هاي التفاصيل خلاصه المود بكل امانه. ومنه تفتح الخزنه وفيك تخبي اشياء لك جوا الخزنه اذا تعبت الشنطه معك، وترجع لهم تاخذهم مره تانية يا صديقي العزيز. تمام حبايبي. هاي بعد التفاصيل. التفصيلة الثانية الوحش رحت له مرة واحدة وما قدرت أقاتله أبدا، لأنه صراحة بدي يكون معك سكوادك. المود فيك تلعبه بطريقتين، سولو أو سكواد، ما فيك تلعب ثنائيات، يا سولو يا سكواد فقط لا غير. تمام يا صديقي. الآن أصدقائي ظهرت معنا شخصية ميثيك باسم لازاروس زي ما هي ظاهرة أمامكم الآن. صراحة الشخصية على المستوى الأول والمستوى الثالث عادية، ولكن لما الشخصية تتمكس الشخصية بتختلف كليا عن شكلها العادي. فبصراحة حبيت الشخصية، بس لازم تكون ماكس. هيك وجهة نظري، بس ما بعرفش انتو ايش وجهة نظركم للشخصية. إذا مشتاق على اللايك تك على اللايك، ناخذ نفس قهوة عزيز. نيجي أصدقائي بكرة اللي هو تاريخ 28 راح تبلش تخفيضات المتجر، واللي هي متجر اللعبة اللي هو كود أم ستور. راح تبلش تخفيضات على الشحن، فنشوف ايش التخفيضات حتكون بكره. تمام. ونيجي اللي بعده اصدقائي اللي حيظهر امامكم الان. هاي الشخصيات القادمه خلال الموسم، الشخصيات هاي خارجه عن شخصيات التعاون تبع ستريت فايتر. راح تكون عباره عن عجلات باكيجات وفعاليات. كيف هم مقسمين ما بعرف، شو المجاني شو المش مجاني ما ظهر يا اصدقائي، فننتظر ونشوف، مو باقي شيء للسيزون. تمام. والان ركز في التفاصيل راح احكي لك اياها الان اصدقائي. الباتل رويال اللي هو ماب ايزوليت وماب بلاك اوت وماب كراي وماب الكاتراز، هي هاي اربع مابات الخاصه معنا في الباتل رويال الاساسيه. اصدقائي المابات هاي ماخذة قاعدة تحسين كبير، بحيث انك صار فيك تعمل المارك بدل ما هو نقطة على اي شيء بدك اياه. صار اذا مثلا علمنا على اللي هو الدروب تبع الاسلحة، راح يظهر شكل الدروب جوا على وانت بتتحرك في الجيم، مش انه نقطة انت معلمها على الخريطة. فصراحة في تحسينات قاعدة بتصير للباتل رويال، تحسينات جدا جميلة، ولكن لسه حبة حبة قاعدين بحسنوا في الباتل رويال. يمكن بدهم ياخذوا على افضل تجربة، فننتظر ونشوف التفاصيل هاي كلها. تمام. فنيجي للي بعده واللي هي ماب كراش. ماب كراش اصدقائي في تحسين صار فيه على الالوان واللي هو السطوع خاصة تبع الماب. بعرفش ايش اللي خلاهم يعملوا هيك تفصيلة، ولكن هي هاي التفاصيل اللي ظهرت معنا يا صديقي لماب اللي هو كراش، بحيث انه في تحسينات عليه. تمام. هاي تفصيلة من التفصيلات. اصدقائي في صورة للشخصية تاعت ستريت فايتر ظهرت معنا،
بكل أمانة أنا شايف إنه الشخصية ماخدات الحجم الكبير زي تعاون الجاندام. بصراحة الشخصيات تاعت الجاندام يعني من كل 20 30 جيم وممكن ما تشوفها طولة اليوم تلاقي لاعب واحد بيستعمل شخصية من شخصيات الجاندام لأنه حجمهم كبير. فبالتالي الشخصية هاي تاعت ستريت فايتر صراحة حجمها كبير زي ما هو ظهر بالصورة. بكل أمانة يعني هذا شيء مش مبشر لشخصيات التعاون القادم إنه حجمهم كبير. فاحكوا لنا رأيكم في الكومنت، إيش رأيكم فيها. نيجي للتفصيلة اللي بعدها واللي هي حاليا قاعدين بنواجهها. بعرفش إذا واجهتوها اكتبوا لي تحت في الكومنت. أصدقائي في هاك قاعد بينتشر جوا اللعبة. إذا أنت من لاعبين الهارد بوينت أو لاعبين السيطرة تحديدا المودين هدول بالتحديد راح تلاقي إنه في لاعبين صار إنه في ينزل في الجيم الواحد ينزل عليك 2 نيوك. فهذا شيء صراحة مبالغ فيه، بعيد عن حوار إنه بكمبر والأمور هاي، ولكن في هاك منتشر حاليا ولسه ما انكشف داخل اللعبة. فهل واجهت لاعبين هاك خلال الفترة هاي في المودين هدول بالتحديد اللي بيجوا على البث على التيك توك كل يوم؟ راح يعرف أصدقائي إنه إحنا بكل يوم يومين بنلاقي لنا واحد هاك من هاي النوعيات. إنه أنا بلعب مود الهارد بوينت كثير في الفترة هاي. فصراحة شيء مخيف ومخزي في نفس الوقت إنه في لاعبين لسه عايشين على الهاك حتى يوريك إنه هو صار محترف وهو بوت في الأساس. فحبيت أحكي لكم التفصيل هاي. فإذا لقيتوا لاعب هاك أكيد عارفين إيش تسووا، بلغوا عليه. تمام، كتر البلاغات بيعطيه 10 سنين اللي هو باند. اوكي اصدقائي، هاي تفاصيل اللي حتى الان ظهرت. تمام، نسخة البيتا نزلتها انا من يومين. اذا حاب تجربها، ما اعرفش اذا ما قدرت تفوت على الفعالية على البيتا اصدقائي فللاسف بيكون اللي هو العدد امتلأ. راح احط لكم روابطها ايضا النسخة اللي محدثة منها لمود الدي ام زد اذا حابين تجربوه. بس بدك تشغل في بي ان عشان تشتغل معك اللي هو النسخة. ولكن اصدقائي التنويه حجمها كبير، فاذا النت عندك ضعيف او شيء ممكن ما تستمتع فيها. هاي شغله ثانيه، العدد بس 10000 لاعب وبعدها بتتعبى نسخه البيتا. فاعتقد انه انتلت، فاذا بدك تحملها حملها، ما بدك تحملها انت حر يا صديقي العزيز. تمام اصدقائي، وبس هيك بنكون وصلنا المقطع. اي استفسار اي حاجه تكتبوا تحت في الكومنت، متواجد معكم ان شاء الله. واللي بيصل تعليق مني في الفتره الحاليه مبروك او شيء، يعرف انه هو فاز معنا في باتل باس يا اصدقائي. تمام، وبس هيك نكون وصلنا المقطع. اي استفسار اي حاجه تكتبوا في الكومنت. بيس. 电闸门关闭了，所有人员将离开实验室。很好，任务成功。